بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية عالم الأميرات. معكم المعلم زهير. كنتمنى من الله تكونوا بألف خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بكامل الصحة، تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله. كنشكركم على الكم الهائل ديال التعليقات ديالكم وترحيبكم بيا. ربي يجازيكم كل خير وربي يوفقكم جميع أعمالكم. كما كتشاهدوا معنا اليوم في الفيديو موديل جلاب الراندا. كنحتاجوا لهاد الخدمة كما كتشاهدوا الحرير مبروم على جوج شعرات، حرير ديال القصبة كنفرقوه في البريم وكنبرموه على جوج شعرات. كنحتاجوا كذلك الإبر النمرة 7 اللي كنخدموا بهم الراندا الرقيقة على جوج شعرات. كما كتشوفوا هذه هي العوينة د الإبرة، كتكون طويلة. غادي نبداو الخدمة ديالنا على بركة الله. بسم الله. أول حاجة كما كتشوفوا هادو هما الغوابط ديال الجلابة. بالنسبة للفتحة ديال العنق كنعبروا يعني القياس وكنخليو الفتحة ديال العنق. دابا غادي نبدا الخدمة ديالي بناء الغراز. كما شفتوا الموديل ديالنا كيطلع بحصيرة الراندا، ولهذا انا نبدا معكم من البدايه، يعني غنبنيو الغراز باش الاخوات المبتدئات حتى هما يفهموا يعني الخدمه كيفاش كتكون. هانتوما الخيط دائري في هذا الاتجاه، غادي ندخل فيه الابره وغادي نردو لهاد الجهه ديال اليمين، نجبدو نخليها غير عوينه صغيره هنايا، يعني باش تجي هاد بناء الغراز يعني مدقوقه من البدايه ما تجيش يعني واسعه. كما كتشوفوا كندير الخيط دائري لهاد الاتجاه الفوق وكنجي هنايا لهاد العوينه، كندخل فيها الابره نخرجها لوسط الدائره ديال الخيط، شفتوا، وكنردها لجهه اليسار ونعقد يعني الغرزه ديالي مزيان، يعني ما نخليهاش مرخوفه كذلك. نفس الشيء دابا كنرد الاتجاه الخيط لهذا الاتجاه، كنجي لهنا بالابره في داك العوينه. شفتوا سمعتوا الابره كدير في العوينه باش تعرفوها بانها مزيره من البدايه، يعني ما خصنيش الابره تدوز وما تعطيش داك الصوت يعني فاش كتوصل للعوينه ديال الابره مع الفتله. دابا كما كتشوفوا غادي ندير الخيط دائري هنايا الفوق يعني لهذا الاتجاه، غادي ندخل الابره في داك العوينه. شتي هنايا كتعكل لي الابره باش نعرف بان عندي الغراز يعني مدقوقين ومزيرين من البدايه. هانتوما كنحتاج معها غير شويه المجهود، هكا كنجبدها وصافي. شفتوا هنا فاش كنجي ناقد يعني كندير صبعاني فوق الغرزه ونزيرها يعني نكرزها، يعني غادي تجي مرخوفه وفي نفس الوقت تجي مكركبه، يعني ما تجيش عاطيها هذا الشكل اللي كتشوفوا ديال الراندا. دابا بالنسبه ليا راني كنبني في الغراز يعني الصف واقف باش نطلع لي الغراز ديال الخدمه ديالي، وفي نفس الوقت دابا كنكون كنخدم يعني هذا البناء الغراز وكنحسب يعني العوينات اللي عندي هنايا باش نوصل للعدد اللي بغيت يعني ديال الخدمه ديالي. غادي نحبس. شفتوا عندي هنايا العوينه الاولى الثانيه الثالثه، غادي نزيد. بالنسبه اللي غادي يبغي يعني الراندا رقيقه راه غادي يمشي على حساب الغراز اللي غادي يخدم. انا غادي نخدمها يعني فيها 6 ديال الغراز ديال الراندا، ولهذا غادي نبقى نبني بحال هكا تنوصل للعدد اللي بغيت انا. كما كتشوفوا كنحسبوا من هنا يعني هذه غرزه كنحسبوا 1 2 3 4 5. شفتوا
والسادسة هي هذه اللي غنرجع بها. شفتو دابا تكونات هنايا العوينة السادسة. دابا شنو غادي ندير؟ غناخد الطرف المقابل ديال الهبطة ديالي كما كتشوفوا، يعني كيجيو مستقيمين، يعني مستقيمين يعني بجوج، وغادي نجي لهنايا وغادي ندير بحال هكا. يعني ما نديرش بحال هكا ونربط الخدمه ديالي لانها تجي مائله من البدايه، يعني ما نجيش بحال هكا عاوتاني ونربط الغرزه يعني ديالي، لا، خصني نربطها بشكل يعني عمودي يجي مستقيم مع الجهتين. كنجي لهنايا لهاد البليصه اللي وقفت هنايا عندها الخيط، كناخد الدقه ديال الثوب، شفتو، باش نربط يعني هاد البناء ديالي د الغراز. كنزير يعني هاد الدقه ديال الثوب ما نخليهاش مرخوفه. ودابا غادي ناخد هنايا هاد العوينه والخيط الدائري الفوق وغادي نخدمها، شفتو بحال هكا، ونزيرها مزيان. وغادي ندير الدقه ديال الثوب يعني في الجهه الفوق كما عندي هنايا في الجهه لتحت، عندي جوج دقات، كذلك هنا خص يكون جوج دقات باش تمشي الخدمه مساويه من البدايه. دابا باش كندير هاد الدقه ديال الثوب صافي كنبقى نعمر العدد ديال الغراز في هاد العوينات. يعني كندير الخيط الدائري لهاد الاتجاه الفوق لانني دابا هابط في الخدمه، كيكون العكس، كنديرو الخيط الفوق، فاش كنكون طالع في الخدمه كنديرو الخيط لتحت. تفهمنا؟ دابا غادي ناخد هاد العوينه الاولى، لاحظوا هنايا ما غنجيش يعني وغادي نسرف بحال هكا الخيط والغرزه مازال ما تربطاتش، كما تكون كتجي الرانده مكركبه ومرخوفه الغرزه ديالها، ما كتجيش عاطيه داك الشكل مستطيل. هانتوما كنربط الخيط غير بمجرد يعني ما كنجبد هاد الفتله بلا ما نقيس كاع بيدي كتربط الغرزه. وباش كنزيد نتاكد منها كنزيرها واحد شويه حتى كنسمع الحرير ديالها تزير، يعني عطا واحد الصوت وتزير. وتا هاد العوينه كتبقى هنا يعني باش تدخل الابره وهي مزيره، يعني ما كنخليوهاش مرخوفه. هذا هو السر ديال الرانده ديال الحصيره باش تطلع لكم شي حاجه يعني مدقوقه ومنتهى الاتقان. نفس الشيء كنخدم الغرزه الثانيه يعني ونفس الاتجاه ديال الخيط كما قلت لكم، دائما كنبقاو الخيط الفوق وحنا هابطين في الخدمه. كذلك غادي ناخد هنايا هاد الغرزه وفي نفس الوقت راني كنحسب يعني هذه هي الغرزه الثالثه. شفتوا ماشي مشكل دابا كيبان لكم يعني هاد التقواس هنا ماشي مشكل، مازال يوقف بالخدمه. احنا دابا كنجبدو باش نزيرو الغراز ديالنا. نفس الشيء كنخدم الغرزه المواليه، شفتوا كنزيرها يعني باش ما نخليش واحد الفراغ كبير بينها وبين اللي سبقاتها، يعني كتطلع الرانده يعني ما كتطلعش مدقوقه وكتطلع مرخيه، يعني مرخيه بزاف. وكيجي حتى الفورمه ديالها مره كتجي يعني الثوب كيوسع وما كيجيش عطيها واحد الشكل يعني جميل في الخدمه. يعني الرانده مدقوقه كما كتشوفوا كنخدموا على جوج شعرات، وكنزير دائما الغرزه، كنزير العوينه اللي سبقاتها. شفتوا دابا الخدمه ديالي هي بدات كتوقف، بدات كتبان. كندير الخيط الدائري نفس الشيء الفوق وكندير الدقه ديال الثوب. لاحظوا دابا معايا مزيان اختلاف. شفتوا دابا راني غادي نطلع، رديت ديريكت الخيط هنا للجهه لتحت، يعني ما درناهش الفوق كما كنا طالعين يعني هابطين. دابا احنا طالعين غادي نديروه لتحت. غادي نجيو لهنا لهاد العوينه الاولى ونحاولوا ناخذوا جميع الشعرات ديال الحرير باش ما تجيناش الرانده مشعره، يعني في داك العوينات يبانوا نقيين ويبانوا واضحين في الخدمه ديالنا.
نفس الشيء دابا كندير الخيط في هذا الاتجاه، كنطلع كنخدم الغرزة الموالية. شفتوا كنحافظ على نفس الزيار بينها وبين اللي سبقاتها، ونفس العوينات كيجيو نفس الحجم، يعني ما كنخليهمش واسعين بزاف، لان الا دوزتي الابره في العوينه بحال هكا وما كانتش يعني كتحسي بها متماسكه، يعني بانها كتمر بصعوبه، يعني الخدمه راه ما مزيراش. وداك الخدمه اللي كدوز فيها الابره بحال اللي كدوزها في الهواء، يعني كتعرف الرانده راه مرخيه من البدايه. ولهذا دائما كنزيروا الغرزه ديالنا، وفي نفس الوقت العوينه يعني كنزيروها حتى هي. شفتوا بحال هكا كتطلع الخدمه ديالنا مدقوقه، نفس الحجم ديال الغراز، نفس الحجم ديال يعني هاد العوينات. دابا كما شفتوا بزاف الاخوات يسالوني على الحصيره ولا اي رانده كيخدموها كتجيهم فيها التكماش بزاف، يعني واخا كتحدد كيبقى التكماش في الثوب. هذا المشكل ديال التباعد ديال الدقات ديال الثوب. بحال مثلا دابا انا الدقه خصني نديرها هنا، يعني المفروض تكون هنا، هما كيجيو يعني كيخدموا وبلا ما كيركزوا كيبعدوا مسافه بحال اللي غينقزوا يعني الغرزه الاولى الدقه الاولى وكينقزوا الدقه الثانيه، وكيديروا بحال هكا ويزيروا مزيان. شفتوا يعني كيشربوا هنايا الثوب، وفي نفس الوقت كيعطي داك التكماش مع كتستمر هاد يعني الطريقه خاطئه، وكتولي يعني البياسه كلها غادا مكرشه يعني من هنايا من هاد الجهه وهاد الجهه تحت، لاننا كنتحكموا بها في يدينا. كل ما كنجيو نديروا الدقه ديال الثوب كنجبدوا مزيان. ولهذا ردوا البال لهاد المساله هاد الجهه الفوق، سواء في نص الطوق او في الهوابط يعني او في جميع الجناب او التركيز، يعني حاولوا دائما يعني تجبدوها ما امكن كما كتشوفوا، ونفيكسيو هنايا يعني هاد الجبيده نديروا شي فنيته ولا شي ابره مع الخديه. وفي نفس الوقت هنا واخا غادي نجبد هادي فاش نجي نخدم لتحت ونجبد بيدي، شفتوا كتسرح يعني الهبطه، وبهذا كيمشيو الجهات بجوج مجبدين، يعني ما كيبقاش هذا المشكل ديال التكماش في الخدمه او جهه فايته على جهه، يعني داك التفاوت. نفس الشيء الناس اللي كيوقع لهم التفاوت راه كيديروا نفس المشكل، يعني كيبقاو يبعدوا بين الغراز يعني ويصرفوا يعني الثوب مع الغرزه، والثوب راه كيبقى غادي وكيتكمش، وبهذا كيجيهم التفاوت، كتجيهم ديما الجهه لتحت زايده على الجهه الفوقانيه، وكيضطروا يقطعوا بالمقص ويضيعوا الفصاله، او تجي يعني الهبطه كتجي من رجله كتجي كتلوى لواحد الجانب، فهمتوا؟ يعني من غير التكماش هذيك بلا ما نهضروا عليه، يعني ضروري غيجي فيها التكماش مادام شربنا جهه على جهه في الخدمه. ولهذا ردوا البال، انا تعمدت نبدا معكم يعني من البدايه ونعطيكم هاد النصائح اللي ان شاء الله ينفعوكم يعني في الخدمه ديالكم مستقبلا. كما كتشوفوا كانت هنايا الدقه اللي درنا، شفتوا شحال بالمسافه، يعني ضروري هاد الثوب راه كيتجمع لنا هنايا. ولهذا غادي ناخذ الغرزه فوق هاد الغرزه اللي اخر غرزه درت، غادي نشوف فوق منها وغادي ناخذ الدقه ديال الثوب، وغنحاول ناخذهم رقيقين الدقات ويكونوا نفس الحجم يعني مع اللي سبقهم، ماشي وحده طويله وحده قصيره. تفهمنا؟ دابا نكمل الخدمه ديالي عادي، يعني غادي نخدم دابا والخيط الجهه الفوق لانني نازل في الخدمه كما قلت لكم. كما كتشوفوا غنستمر في الحصيره ديالي بحال هكا. شفتوا كي كندير الغرزه دائما كنجبدها اللي سبقاتها، يعني باش ما نخليش داك الفراغ الخيط بيناتهم كبير، تنشوف الغرز تستفوا ليا مع بعضياتهم فاش كنجبد يعني وكنزير يعني الفتله ديالي. شفتوا وكنهبط نفس الشيء
هانتوما يعني ماشي كنجبدها هنايا ونخلي هاد العوينه كما كتشوفوا غتجي كبيره، لا غلط. يعني دائما خصنا نصرفوا الخدمه للجهه اللي فيها الغرز السابقه باش كيمشيو مستفين مع بعضياتهم. دابا نكمل الخدمه ديالي عادي كما كتشوفوا، كنزير يعني بين الغرز باش ما يبقاليش الفراغ. شفتوا كيتسمع الحرير، يعني داك التقطيق ديالو فاش كنجبدو ونزيرو، سمعتو؟ هانتو الخدمه ديالي هي بدات كتوقف من البدايه. دابا غادي نستمر يعني نفس الشيء كنخدم يعني تنوصل يعني الاخر ديال الهبطه ديال الجلابه. نتوما كذلك يعني غادي تبداو الحصيره على 6 ديال الغرز، وغادي تستمروا كتخدموا حتى النهايه، باش من بعد كما شفتوا في الموديل في البدايه ديال الفيديو غيكون ان شاء الله فيه الطرز الرباطي يعني في الحصيره ديال الراندا مع الحبيك، يعني شكل اسهم. ان شاء الله غادي نطبق معكم يعني في المرحله الجايه يعني داك الخدمه. دابا غادي نستمر كنخدم الحصيره ديالي حتى النهايه، وغادي نرجع معكم. انا رجعت معكم متتبعينا كما كتشاهدوا من بعد ما خدمت هذه المسافه ديال الحصيره ديالي. شفتوا الخدمه ديال الحصيره على 2 شعرات يعني كيفاش كتجي يعني منتهى الاتقان. بالنصائح اللي عطيتكم الا تبعتوها يعني بكل دقه ان شاء الله ما تلقاوش حتى شي مشكل يعني مستقبلا في الخدمه ديالكم. يعني هانتوما كتشوفوا الخدمه ما محدداش يعني وهي مطلوقه يعني من الجوانب ديالها بجوج، وتا الحصيره ديالنا كتجي واقفه كما كتشوفوا، يعني ما كتجيش مرخيه يعني ومرخوفه.